السلام عليكم يا مساء الورد والجمال على كل حبايبنا في كل مكان. عارف ان في ناس كتير جدا يا جماعه منتظره الفيديو ده، وهو فيديو بسبب ترويق البيض عند الحمام. طبعا يا جماعه الخير فيها اسباب كتير جدا، يعني في ناس بتقول لك لو الحمام بيروق عندك البيض فممكن تديله شويه سيلينيوم والحمام هيشتغل عندك تاني. الكلام ده طبعا ما هو صحيح يا جماعه، في اكتر من سبب بيخلي الحمام يروق عندك البيض. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هقول لك الاسباب وبعد كده هقول لك العلاج. الموضوع سهل جدا، ما ينفعش في حمام طبعا يروق البيض عندك، لان ديت فعلا كابوس كبير جدا. مجرد ان انت تكشف على البيض وتلاقي البيض بتاعك فاضي، فانت بصراحه مش عايز اقول لك ممكن تكره مشروع تربيه الحمام بسبب النقطه ديت بالتحديد. طيب خلينا نعرف الاسباب واقول لك العلاج. اول سبب يا جماعه بيخلي الحمام يروق البيض هو صغر سن الحمام. لو الحمام عندك اول مره يبيض فممكن ده طبيعي جدا تلاقي البيضتين فاضيين، لان الذكر يكون لسه بيتعلم التخصيب وبيكون لسه الذكر صغير في السن. فما تقلقش، لان ده بيكون الطبيعي جدا. لو الحمام اول مره يبيض والبيض فاضي فما فيش عندك مشكله، ان شاء الله العش اللي جاي يكون الذكر الجهاز التناسلي بتاعك اكتمل بشكل كويس ويبدا ان هو يخصب البيضتين، ما فيش اي مشكله ان شاء الله تعالى. تاني سبب يا جماعه وهو وجود الديدان. اثناء الحمام يا جماعه لما بيخصب على النوتي فالديدان دي بتطلع تتغذى على التخصيب بتاع الذكر، فما ينفعش يكون في ديدان في جسم الحمام، ويكون سبب كبير جدا. والناس بتدي زي ما قلنا سيلينيوم وبتدي محفزات، وبيكون هو السبب هنا ان وجود الديدان. فعلاج الديدان يا جماعه بيكون سهل، ممكن نستخدم البندكس او البندازول من الصيدليه البشري، بستخدمه يومين وبكرر الجرعه تاني بعد 14 يوم. ولكن خلي بالك لما بستخدم جرعه الديدان فهي بتقتل البكتيريا النافعه في جسم الطيور، فلازم في اليوم الثالث ادي خميره للطيور عندي عشان ارجع البكتيريا النافعه تاني من اول وجديد. سبب رقم 3 يا جماعه الخير، لو ضفر الذكر عندك طويل. في يا جماعه الناس المربين لو بتاخد بالها اثناء الذكر ما بيطلع يخصب على النتايه، فالنتايه بتجري من تحت الذكر لان هي مش بتكون مستحمله ضوافر الذكر على ظهرها، فبالتالي هنا بيحصل مشكله ترويق في البيض. خلي بالك من النقطه ديت، كل شويه شيك على الذكر، بص في ضفر رجله، هل ضفر رجله طويله، هل الذكر ده بيعرف يخصب بشكل كويس. فخلي بالك من النقطه ديت. ممكن تقصه بس خلي بالك ما تجرحش الذكر، بيكون في مكان كده تقص منه في اخر الضفر تقص منه عشان ما تجرحش الذكر. تمام كده. طيب سبب رقم 4 يا جماعه الخير، عدد حمام كبير في مكان صغير. ناس كتير معظم المربين دلوقتي بتربي حمام محبوس، لان زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت في ناس بتخاف من الحسد، في ناس بتخاف الحمام يطير وما يرجعش تاني. فمعظم المربين بتربي حمام محبوس وبيكون عدد كبير في المكان. وهنا يا جماعه بيكون خطأ كبير جدا، لان الذكور اللي جواه عارفه الناس، اي واحد بيسمعنا دلوقتي عارف ان الذكر اول ما بيطلع يخصب على النتايه فالذكوره التانيه بتضربه، وديت طبيعه الحمام، ديت مش مشكله في الحمام ولكن هي طبيعه في الحمام. فهنا يا جماعه عايزك تعمل استندات او تعمل اماكن كتير الحمام يقف عليها. استند يعني ايه يا جماعه؟ يعني اعمل خشبه في الغيه اللي انت بتربي عليها، كذا خشبه كده الحمام يقف عليها عشان يعرف يخصب بشكل كويس، لان الاعداد الكبيره في المكان الصغير ده طبعا زي ما قلنا الذكوره اثناء التخصيب التانيه بتضرب الذكور اللي بتخصب. خلي بالك من النقطه ديت شويه، قلت لك تحلها بالاستندات، تعمل استند خشب الحمام يقف عليه. تمام كده. طيب بالنسبه يا جماعه للحمام، الناس اللي بتحبس في سلاكه، السلاكه يا جماعه في ناس للاسف بتحبس في سلاكات 40 في 45 والقصه دي كلها. اقل سلاكه يا جماعه للفرخ 50 في 60. لو انت بتربي من هو تربيه السلاكات فاقل مساحه مش اقل من 50 في 60 عشان الحمام يعرف ياخد حريته. وكل المساحه ما بقت اكبر كل ما بقى افضل طبعا، وخصوصا لو بتربي حمام من التقيل زي اللحم والرومي والروماني فمحتاج مساحات كبيره او محتاج طبعا سلاكه كبيره ان انت تربي فيها. طيب ديت برضو بتخلي الحمام يروق البيض لو المساحه سلاكه ضيقه. رقم 6 يا جماعه ورقم 5 مش هتفرق، وقت القلش. لو الحمام بيقلش، يعني ايه الحمام بيقلش؟ يعني الحمام بيغير ريش، الحمام بيجدد ريش. فهنا اصلا الحمام بيكون صحته ضعيفه وما بيكونش فيه عناصر في جسمه كويسه، فبالتالي برضو ان الحمام في اثناء تغيير الريش الحمام هنا برضو بيروق البيض، فده بيكون طبيعي
في ممكن تسرع القلش عندك بزيادة اسمها فيتا ماونت، بتسرع القلش عندك في اوقات القلش، واوقات القلش بالمناسبه بتبقى من شهر 8 لحد شهر 11. وعايز اقول لك على حاجه، اي حمام قبل ما يشتغل بيقلش. اي حمام لو انت عندك حمام عمره مثلا 5 شهور ونص وبدا يشتغل عندك، هتلاقيه بيقلش وبيغير ريش وبيبدا يجدد ريش تاني وبيبدا بقى ان هو يتزاوج. وطبعا القلش ده ممكن يكون في اي وقت من السنه، لان قلنا اول الحمام ما بيبدا يبيض فهو بيقلش، وده بيكون طبيعي جدا. فاثناء وجود قلش فبتلاقي فيه ترويج في البيض، وهنا قلنا تعالج الموضوع بالاميولانت. تمام كده؟ طيب رقم 7 يا جماعه، عند وجود امراض في الحمام. لو الحمام عندك مصاب باي مرض ما، سالمونيلا، براميكسون، نيوكاسل، مايكوبلازما، اي مرض إن كان، هنا بتكون طبعا صحه الحمام ضعيفه، فما بيخصبش اصلا نهائي، التخصيب اصلا بتاعه مش بيكون موجود، فهنا الحمام بيروق البيض. لو الحمام عندك مريض فهنا برضه هتلاقي ترويق في البيض. رقم 8 يا جماعه، كبر سن الحمام. لو الحمام عندك كبير في السن، الحمام يا جماعه بالمناسبه ممكن يوصل معاك لحد 17 سنه، يعني اكبر حمامه سجلت في معهد البحوث 17 سنه و8 شهور. 17 سنه و8 شهور. انا في غاوي والله كلمني في مره قال لي انا في حمام عندي وصل 28 سنه، فالله اعلى واعلم باللي هو قاله، ولكن اعلى حمامه سجلت رسمي 17 سنه و8 شهور، والكلام ده موجود في معهد البحوث. تمام كده؟ طيب فهنا يا جماعه الحمام لما بيكبر في السن بيبدا يروق البيض. وعلى فكره عشان بس الناس ما تقولش يعني سن كام يعني مثلا يروق البيض، اعلى سنين الحمام ال5 سنين الاولى. وفي بعض المربيين او الدكاتره البيطريه او الناس المتخصصه قال لك افضل زغلول تاخده من الحمام من سن 4 سنين ل 8 سنين. افضل زغلول تاخده من الحمام من سن 4 سنين ل 8 سنين، يعني كده الحمام ممكن يخصب معايا لحد ما يكون سنه 10 سنين. فمش معنى الحمام بقى عنده سنتين وثلاثه تقول الحمام كبير، لا، معاك لحد 10 سنين الحمام يخصب ويشتغل. اهم حاجه اهتمامك انت بالمعادن والفيتامينات اللي انت بتديها للحمام عندك. طيب خلينا نقول للعلاج سريعا. كلنا كده عرفنا الاسباب سريعا برضو تاني: صغر سن الحمام، وجود الديدان، ضوافر الذكر لو طويله، تربيه عدد كبير في مكان صغير، مساحه السلاكه، وقت القلش، وجود امراض في الحمام. كل الحاجات دي بتخلي الحمام يا جماعه ان هو يروق البيض. طيب اعالج الموضوع ده ازاي؟ اول حاجه بدي جرعه ديدان للحمام زي ما قلنا، وبعد كده لازم بدي سيلينيوم بيطري مستورد. سيلينيوم بيطري مستورد، بلاش السيلينيوم المصري. في حاجه تانية غير السيلينيوم ممكن ان انا اعالج بيها، ممكن تعالج بالفلفل الاسمر، ولكن خلي بالك لما بتعالج بالفلفل الاسمر فبيكون العلاج على المدى البعيد، فالسيلينيوم بيكون هنا افضل. ولكن الفلفل ممكن تديه في اي وقت، ما عندكش اي مشكله. هتدي 7 حبات للذكر و5 حبات للنتايه بالنسبه للفلفل الاسمر. طيب في ايه تاني؟ محفز جنسي. الحلبه يا جماعه، الحلبه خطيره جدا في ان هي بتخلي الحمام يديله باور وبتديله سيلينيوم وبيديله كالسيوم وفوسفور ومعادن في جسمه. الحلبه يا جماعه سحر بصراحه، فاستخدم الحلبه لو انت عندك ترويق في البيض، او لو انت عايز تقي الحمام بتاعك والنتايه تكون صحتها كويسه وان هي تشتغل، استخدم الحلبه كويسه جدا. طبعا قشر القمح في سيلينيوم ممكن تستخدمه بالنسبه. السمسم يا جماعه في سيلينيوم. كل الحاجات ديت بتخلي الحمام يعمر البيض. اتمنى يا شباب يكون لميت لك الموضوع ويكون وصلت لك المعلومه. ان شاء الله تعالى عودتك قوي جدا. مرحبا، اشوفكم على خير. سلام عليكم.